بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده حلقة مختلفة خالص عن أي حلقة. مش هنتكلم في الرياضة ولا هنتكلم في حاجة، بس هنتكلم في إيه؟ هنتكلم في بعد عن الله. هنتكلم في الناس اللي بعدت عن الله، اللي بعدت عن ربنا بسبب كده. حصل الزلازل، حصل اللي احنا فيه دول، حصل الغلاء، حصل الوباء، حصل كل حاجة في الدنيا. في كل الدول بنلاقي ناس تطلع كده تطلع، مش إشاعات، بتعمل بدع، بتصطنع بدع. اخر بدعه ومشهوره جدا والناس كلها متداولاها، اللي هو الراجل اللي جاي، اللي هو الله اعلم باكستاني ولا بنغالي ولا ما تعرفش جنسيته ايه، ولا هندي. لكن الجنسيه اللي هو باللبس دون تقريبا يا اما افغاني يا اما باكستاني. يطلع يتفتف في وشوش الناس، بوف، يعمل كده، والناس تاخد منه البركات، والمشلول يصحى يمشي والعيان يطيب. انا مش عارف عقول الناس، عقول البشر راحوا فين. هو بيقول مسلم، يعني هو بيقول مسلم، ماشي، بس مش عارف يعني ايه مسلم، يعني ايه مسلم يعمل كده بالمنظر ده. المسلمين يتبعوه بالمنظر ده. انا مش عارف وصلنا لفين، لقمة الانحطاط وقمة البذاءة وقمة اللعب بعقول البشر للدرجة دي. مش عايز اطول عليكم، يلا هنشوف بعض المقاطع ونعلق عليه، وانتوا برضه سيبنا لكم التعليق، يا صح يا غلط. يلا بينا. ايه رايكم بقى؟ ده اول مقطع شفناه، في مقاطع تانية هتشوفوها برضه، بس نفسي افهم يعني ايه واحد يمسك الميكروفون يعمل كده. طيب ايه الحكمه في كده ان هو يعمل كده، ماسك السبحه في ايده ويعمل كده؟ ايه الحكمه يعني؟ والناس واقفه قدام منه حاطين ايدهم على رؤوسهم. حاجه في قمه البذاءه وقمه قله الادب وقمه الاخلاق وقمه البعد عن الله، وحاجه اعوذ بالله من اللي بيعمله ده. اعوذ بالله مفيش حد بيتكلم. استغفر الله العظيم يا رب. نروح تاني لفيديو تاني، يلا شوفوه. وصلنا الفيديو تاني. ايه رايكم بقى؟ فيديو تاني. عسل، بيطلع الجن منه، وماسكينه اربعه ولا ثلاثه ماسكينه، وهو يروح يمته ويعمل له بيده كده سحر، ويروح رايح ماسك كورته، سحب اللي بتاع، يقوم الراجل يقوم يمشي على طول. يلا بس بيسحب من هنا، الله اعلم. هو اللي يقول لنا الحاجه دي يسحب الحته دي ازاي. الحته دي يعني يروح عامل كده، يعني بيسحب المرض من هنا مثلا. يا ناس اتقوا الله. مش عايزين نطول عليكم، يلا نشوف المقطع الثالث. ايه رايكم؟ مقطع لا تعليق، صراحه لا تعليق. المقاطع دي منتشره كتير
على التيك توك وعلى المواقع، ومنتشرة لدرجة إن عادوا بيلعبوا بعقول البشر. ناس كتير بتشوفها وعليها مشاهدات رهيبة. إيه اللي بيحصل ده؟ وناس تضحك وناس تهرج وناس واخداها بجد، لدرجة إن واقفين صفوف صفوف. شفت البذاءة وصلت لعند فين، والاستخفاف بالعقل البشر وصل لعند فين؟ إني أوصل يعني أوصل صف كامل، صف اصطف بالمئات البشر علشان خاطر واحد زي ده يقعد ماسك الميكروفون يعمل كده. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. احسن حاجه هقولها الحمد لله على نعمه الاسلام، ونستكفيها بالله. نعمه الاسلام دي من اجمل النعم. هو ده مسلم، ده مش مسلم. هو بيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وصلى على رسول الله ويتكلم، لكن ايه دي؟ ايه دي؟ ايه ده؟ وصلنا للدرجه دي؟ ايه ده؟ من حق من حق الناس تنهش لحمنا، من حق الفتن تظهر، وكثرة الفتن، كثرة الزلازل، كثرة البراكين والخسف والغلاء والوباء. احنا في اخر الزمان، احنا في اخر الزمان. كل واحد يلحق نفسه، يلحق نفسه ويرجع لله ويصلي ركعتين لله ويبدا يصلي من هنا ورايح، لانك في اي وقت ممكن تلاقي واحد طلع يقول انا مسيح الدجال. واحد طلع يقول لك انا على عم انا هموتك واحييك تاني يا سيدي، يلا غيره. صح؟ مش ده اللي ممكن يحصل؟ اكيد هيحصل كده. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. مش هقول حاجه تاني. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع الف سلامه والف الف الف شكرا، والحمد لله على نعمه الاسلام. مع السلامه.